في بيوت وشركات ومنظمات انهارت بسبب القرار الغلط، بسبب الإدارة الغلط. النهاردة هنشوف ازاي التخطيط الخاطئ ممكن يدمر أي كيان. أنا محمد بركة وانت دلوقتي في المدرسة عشان نتفرج ونشوف قصص تاريخية واجتماعية هنتعلم منها ايه الحاجات الخاطئة عشان ما نعملش زيها، وهنشوف الحاجات الكويسة عشان نقلدها ونتعلم صح من الحكايات. كل الناس متعرضة في حياتها العادية ان هي تواجه مشاكل اقتصادية في حياتها. المفروض ان احنا لما بنتعرض للمشكلة الاقتصادية دي بقدامنا حل من الاتنين او الحلين، اللي هو تقليص النفقات او زيادة الدخل، او ان احنا نقلص النفقات ونزود الدخل في نفس الوقت. صاحبنا النهارده الاب لما حصلت له مشكله اقتصاديه قرر وحيدا ان هو يقلص النفقات. قصتنا النهارده بين خالد ونوران. خالد ونوران متجوزين بقالهم 20 سنه، عندهم 3 اولاد، محافظين على لايف ستايل معين، عندهم سيارات بتاعتهم، عندهم خطوط اتصالات مفتوحه، بيروحوا على طول اماكن اجتماعيه بتجبرهم ان هم يصرفوا مصاريف معقوله وبالنسبه لدخلهم الشهري، والناس سعيده جدا ومبسوطه. لحد لما جه خالد في يوم من الايام قرر ان هو يوقف الفواتير كلها، يسحب السيارات كلها، بقى في عربيه واحده فقط، وقرر ان هو يمنع اي خروجات ملهاش اهميه، وقرر ان هو يخنق البيت عن اللايف ستايل اللي هم كانوا عايشين فيه من غير ليه، من غير سبب. وده اللي خلى كل المجموعه في البيت تسال انت بتعمل كده ليه يا بابا، بتعمل كده ليه يا خالد، لما نوران سالته. لكن هو كان عنده ردود مش منطقيه بالنسبه لهم، وهم كانوا بيحاولوا يلاقوا حلول تانية بدل ما يفقدوا او ينزلوا في السلم الاجتماعي او في المستوى المعيشي بتاعهم درجه او درجتين بلا هدف. حاولوا يسالوه كذا مره، يا خالد ايه الموضوع، ايه الحكايه يا بابا، ايه الموضوع يا جوزي العزيز، ايه الموضوع، لكنه كان دايما عنده اجابات مش منطقيه بالنسبه لهم. ولما بيطلعوا حلول هو ما كانش بيرضخ ليها، ولكن هو مصمم على قراره الوحيد والاوحد ان هم لازم يقلصوا النفقات. طب ممكن نزود الدخل؟ لا، هو شايف تقليص النفقات هو الحل الوحيد، والكاتنج كوست هي الحل في هذا المنعطف اللي هم مش فاهمين ايه سببه او هم بيوفروا عشان ايه او ليه. مع الوقت الاحتقان بدا يزيد، الوجع والتعب بتاعهم بدا يكتر، لحد لما حصل الانفجار. وفي يوم من الايام كان البيت عامل اجتماع صغير، الاسره عامله اجتماع صغير بين الاب والام والاولاد، لحد ما الطفل الصغير سال باباه سؤال وجعه جدا. قال له بابا هو احنا خلاص بقينا فقراء؟ الفقر هنا العيب ان نكون نقدر ان احنا نعيش في مستوى معين مع قرار افضل في مشاركه بين كل الناس اللي في المكان، لكن احد الناس شاف ان هو ينفرد بالسلطه وحيدا وياخذ القرار منفردا علشان يقرر ان هو ياخد الناس دي كلها معاه في مصير ضبابي مش باين له وضوح. بابا هو احنا خلاص بقينا فقراء؟ يا مسؤول هو خلاص الشركه بقت فقيره ان هي تخلي الموظفين بتوعها على الاقل يتنفسوا في المجالات بتاعتهم؟ زي ما كان في خالد في البيت، في ايضا مديرين او اصحاب قرار في بعض الشركات يلجأوا دايما للكاتنج كوست اللي بتخلي التيم يتخنق لان هو مش فاهم ده بيحصل ليه. خالد لو كان شارك بيته في قرار التقليص النفقات اكيد كانوا دعموه، او على الاقل هيكون في مع وضد، لكن خالد انفرد بالاسباب لنفسه وما وضحش الفكره. لذلك زي ما في خالد في البيوت، في كمان قاده في الشركات بياخدوا دايما القرار بتاع تقليص النفقات، وهم يعتقدوا ان ده هو الحل لزياده الدخل وزياده الارباح، مع ان هم في الحاله دي بيفقدوا اهم اعضاء فرقهم، وده بيكون انهيار صامت، لان اللي فاضل معاك هو الاضعف في هذه المؤسسه. لان هو ايه اللي جبره يقعد في مكان؟ بيلجأ دايما ان هو يدور على الحلول اللي فيها تقليص للنفقات بدون اي وجهه نظر، وانا مش شريك فيها وانا مش فاهم ايه اللي بيحصل. فالأزمة الحقيقية هنا مش فلوس خالص وحاجة ملهاش علاقة بالدخل، الأزمة الحقيقية في إدارة ستنهار حتى لو كان الرصيد البنكي مليان من المدخرات. الأزمة الحقيقية في القرار اللي تم بدون مشاركة. وخلينا نتكلم على القرار اللي خده خالد من غير ما يحسب حسبة مهمة جدا، ان اي ضعف اقتصادي مع خلاف اسري هيكون النتيجة بتاعته انهيار تام سريع او بطيء حسب تماسك الاسرة. فالاقتصاد والتقليل في المصاريف ما كانش هو الحل، لان الاقتصاد والتقليل في المصاريف كان بيخنق روح، ما بيخدمش قيمة. خالد قابل ضعف اقتصادي سبب بسبب قراره المنفرد خلاف اسري خلى يحصل فيه انهيار بسبب ان هو ما كانش بيخدم قيمة لكنه كان بيخنق روح.
لما عمل تقليل للمصاريف بدون أي وضوح في خدمة القيمة. خالد اللي أخذ القرار لوحده وأثر على المنظمة بتاعته اللي هي عيلته بسبب قراره المنفرد بتقليص النفقات من غير زيادة الدخل، هو زيه زي كل مسؤول بياخد قرار كل يوم. مسؤول هنا مش بس مسؤول في شركة أو مسؤول في دولة أو مسؤول عن منظمة، حتى كمان المسؤول في البيت. القرار أصعب وأهم شيء في الدنيا. القرار النهاردة وإحنا قاعدين ممكن واحد ياخد قرار هياخد كل الناس اللي معاه الاتجاه، ممكن يحيي ناس وممكن يخلي ناس ميتة وهي عايشة. القرار يا مسؤول لازم يكون فيه حسابات كبيرة جدا، لأن أنت بسبب قرارك ده يا هتروح للنعيم يا هتروح للجحيم، أنت واللي معاك. وكم من بيت اتهدم بسبب قرار، وكم من مؤسسة ومنظمة خرجت من السوق بسبب قرار، بسبب عنجهية، بسبب غرور، بسبب تقدير غلط للظروف وللواقع الحقيقي. القرار أهم شيء، ومش أي حد ياخد القرار. ودايما خليك جاهز للقرار. في أوقات القرار لازم يكون سريع، مش هقدر أشور فيه حد، وفي أوقات لازم أشور فيه الناس، ولازم يكون في ثقة بين الناس اللي تحتك ومعاك. لما خدت قرار السريع في الوقت المعين في الوقت المحدد بسبب شيء معين ما رجعتلكوش، لأن ما كانش ينفع أأجل القرار. القرار شيء مهم جدا، بس لازم يكون بالموافقة بين كل اللي في المنظمة وكل أصحاب القرار. كل الناس اللي هتتأثر وهتتأذي أو هتتبسط أو هتكون سعيدة، أو كل الناس اللي هيأثر عليها القرار لازم تكون شريكة بشكل معين في هذا القرار. ولو ما كانتش شريكة في اتخاذ القرار لازم تكون شريكة بالرضا عن القرار اللي اتخذ. اللي حصل النهاردة مع خالد في بيته الجميل هو ونوران لما أخذ قرار أوحد لوحده وأثر على رخاء وهدوء البيت الجميل بتاعهم، بيحصل معانا يوميا في حياتنا العادية أو في مؤسساتنا أو المنظمات اللي بنشتغل فيها أو بنديرها أو حتى بنملكها. لأن هنا لازم نفرق بين الإدارة العادية في أوقات الرخاء وإدارة الأزمات في أوقات المحن والتحديات. دي ليها طريقة ودي ليها طريقة. ما ينفعش ان احنا طول الوقت ندير بنفس الطريقة وبنفس الوقت، ولا حتى الصبح ولا بالليل. يعني احنا لما بندي تعليمات لموظف في الصبح غير لما بندي نفس الموظف وقت الظهر او قبل البريك، او نفس التعليمات ممكن نديها له وهو مروح. كل وقت بيكون ليه طريقة للاستيعاب، وفي كمان رد فعل من الموظف ده لازم يكون محسوب، لأنه إنسان مش جماد، ليه مخ وليه عقل بيفكر بيه. ولازم نحن نكون عاملين حساب ده قبل ما ناخد القرار وقبل ما ندير فريق العمل. هنا هنعمل إسقاط إداري على الكوست ليدرشيب. إدارة المصاريف كانت لازم يكون فيها مساحة للأمان، مش مساحة للخنق للناس اللي موجودة، أو على الأقل يكون في شفافية في محاسبتهم وإحنا بنتكلم معاهم علشان يحسوا بالراحة وهم بيشتغلوا في المنظمة. فاللي حصل هنا ما كانش أزمة ماديات، اللي حصل هنا كان أزمة إدارة. لأن الأب عمل اللي معظم المديرين بيعملوه، إن أول ما بيقابل مشكلة اقتصادية بيقفل الحنفية، مش بيفتح مخ جديد أو مجال جديد للإبداع إن هو يدخل أرباح جديدة أو دخل جديد للبيت بتاعه أو للمؤسسة اللي هو بيديرها. وفي الحالة دي بنسمي اللي بيحصل لاين كوست كاتنج، إن الناس بتكون ماشية وهي معمية ومش شايفة إيه الهدف من التقليص لهذه النفقات. طيب ليه حصل احتقان، وليه الجروب او ليه المجموعه اللي هو بيديرها صارت عليه؟ لان البيت ما عادش مساحه امان، البيت بقى مساحه محاسبه. كل ما الولاد يفتكروا باباهم بيفتكروا ان هو دايما بيحاسبهم، ما تصرفوش، ما تعملوش، ما تخرجوش. فين الامان؟ فين الدفء بتاع البيت وعليه؟ فين الامان الوظيفي اللي الموظف بيستمتع بيه او يتمتع بيه من وظيفته بخلاف الراتب بتاعه؟ لان احنا قلنا ان المشكله دي مش مشكله فلوس، دي مشكله اداره. فاللي بيحصل هنا او النتيجه الحقيقيه اللي بتحصل هنا هتكون كتمان، مقاومه سلبيه، انفورمال جروبز، سلبيه في التعامل، وفي الاخر انعدام الولاء للمنظمه. ونيجي هنا بقى للقرار اللي دمر كل حاجه. الاب هنا كان غافل عن حاجه مهمه جدا، ان اي قرار بيتاخد في منظمات لازم يكون المرؤوسين على دراية من ايه اللي بيحصل. مش بس ان انا بعرفكم تعملوا ايه، لكن احنا بنعمل ده علشان الفايدة من وراه كذا، فانت هتتمتع بكذا. لكن لما ده يكون ضبابي هيحصل هنا فجوة كبيرة جدا في الإدارة. فهو هنا فرض، ما شرحش، ما شاركش، ما حددش نهاية، ما حددش هدف، وبناء عليه فقد الإبداع وفقد الانتماء من فريق العمل. ودي كانت قيادة بالخنق مش بالإقناع. ودايما لازم نبقى عارفين ان الاقتصاد لازم يخدم قيمة مش يخنق روح.
فانت بتقلل علشان تبني، مش بتقلل عشان تخوف او تخنق. فالفلوس ما دمرتش البيت على قد ما الإدارة الخاطئة دمرت الروح. وده اللي بيحصل يوميا في الشركات وفي البيوت وفي المنظمات اللي بتسعى فقط لتقليل النفقات على أساس إن هي ما تدمرش المؤسسة، لكن هي بتدمر الروح اللي هي أهم شيء في المؤسسة. مؤسسة بدون روح هي جماد بدون أي إبداع، وروح المؤسسة في إبداع موظفينها. فأنت لو قابلت نفس اللي حصل مع خالد ونوران في حياتك الاجتماعية أو في وظيفتك، يا ريت تشاركنا بيه في التعليقات وإحنا هنناقشه المرة اللي جاية. أنا محمد بركة وأنت كنت في المدرسة. شكرا.